السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اللي معانا قلب السوشيال ميديا كلها ويعتبر ترند الوطن العربي كله وخاصه السودان، لانه يخص فنانه سودانيه اسمها ايمان الشريف. بس قبل اي حاجه زي ما اتعودنا هننزل حالا نصلي على النبي في تعليق وندوس لايك على الفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. والاهم من ده كله ان احنا ندعي ربنا انه يرزقنا الستر ويبعد عننا الناس المريضه اللي غرضها ومتعتها في الدنيا اذيه الناس والتشهير بيهم وتسويق سمعتهم. وقبل ما اخش في تفاصيل الفيديو عايز اوضح حاجه بسيطه، انا مش جاي النهارده علشان اعرض فيديو مخل لا سمح الله، انا جاي اتكلم عن الموضوع علشان ما تتهمنيش بالكذب وتقول اني بضلل المشاهد. فبقول لك في البدايه انا مش جاي اعرض فيديو مش كويس، فانا صريح معاك في البدايه، لو عايز تستاذن اتفضل، لان طالع اقول كلمتين بس للناس المريضه اللي غرضها ومتعتها تشويه سمعه الناس. فيديو انتشر على السوشيال ميديا انتشار رهيب جدا، ويقال ان الفنانه سودانيه اسمها ايمان الشريف، والفيديو متفبرك ومالوش علاقه نهائي بيها. كل الناس تحمل الفيديو وترفعه على قناتها وصفحاتها الشخصيه وتسوق سمعه ناس بريئه ملهاش علاقه بالموضوع نهائي. وحتى لو ناس ليها علاقه بالموضوع، في حاجه اسمها الستر، ديننا قال عليها، وكلنا خطائين وكلنا ذنوب، ولولا ستر ربنا ما كانش حد عارف يخرج من بيته. فمش اي حد يلاقي حاجه او يشك في حاجه ينشر على طول على النت، لازم نراعي ربنا شويه ونصر على الناس، وبالاخص ان الفيديو مفبرك والفنانه السودانيه ايمان الشريف ملهاش علاقه بالموضوع نهائي. فيا ريت نتقي ربنا ونلتزم شويه بتعليم ديننا، ده اللي انا طالع اقوله لا اكتر ولا اقل. هستاذن حضراتكم تدوسوا لايك على الفيديو وتشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.